السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا غايه صحه رمضانكم، صحه فطوركم، صحه سحوركم في اي وقت شفتوا هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا بخير بصحه وعافيه يا رب العالمين. جبت لكم حاجه حلوه، سهراتكم رمضانيه سهله وبسيطه وحلوه كيما نتوما. زينات الغاليات جبت لكم الصامته تاع الديول سهله وبسيطه بشكلين مختلفين، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسونيش بزر الاشتراك والاعجاب بالفيديو. نبداو بسم الله على بركه الله. اول خطوه كنت نوري لكم هنايا شيرات الكاوكاو. هنايا الكاوكاو انايا درته في الكوشه. شويه درت له شويه زيت، كديروا له زيت كشغل قليتوه في عود ما تقليه في زيت بزاف، غير كيما هكا ديري له شويه زيت ودخليه الكوشه يتحمص يعطيك هذا اللون اللي بزاف شباب، يجي بزاف شباب في المعسلات الرمضانيه. بعد ما طحنته صاي هنايا طحنت الكاوكاو تاعي. هنايا عندي 3 كيلات كاوكاو محمص، هذاك اللي درت له شويه زيت ودرته في الكوشه. عندي 3 كيلات وعندي كيلو ناقص صبع سكر. تبغوا تنقصوا كميه السكر نقصوا عادي، هذا الشيء يبغى اختياري عادي. درنا كاع الكميه اللي عندنا. كي راكم هاي كيما كحكوا لي كي راكم مع رمضان، مع هذه الايام المباركه، مع شهر الخير. كما راكم تشوفوا انا شيرات راني درت لافاني ودرت قرصه ملح وشويه قرفه. نخلطوا كاع دوك المكونات مع بعض. كما راكم دايرين فيها شو ماكمش دايرين، راه غالبكم راكم غالبينه. ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وبصحه وعافيه يا رب العالمين. والله ربي يبارك لنا في هذه الايام الفضيله وربي يجعلها ايام خير علينا. خليت هذوك المكونات الجافه اللي عندي. دروك غادي نروح نجيب مغرف دهان صغيره، باسكو انا الكميه اللي درتها قليله. دوك نتيا كي ضاعفي المقادير ديري اكثر من هكا، درتي كميه صغيره ديري غير كما هكا. دائما نقول لكم كينا هكا الشيره ديروا غير بالكميه الصغيره، ما كلها تكثروا بزاف حتى تقعد بزاف، ديروا غير بشويه وصاي. نقعد نجمع فيها في المزر حتى نتحصل على هكا خليط كشغل مفتول نوعا ما. راهي دروك انا جبت هذاك الديول. انا كنت عندي هكا ديجا، كنت قصتها على 2، جبت غير نص لاخاطش انا درت كيما قلت لكم بندير كميه غير صغيره. انا هاد المعسلات ما نبغيش نكثر، نبغي كي نديرهم جدد نعاود نديرهم خطره جايه، ماشي شرط زعما كي ندير كميه كبيره. وهادو تقدري تكونجليهم كيما نقولوا كي توجديهم ديرهم مباشره في المجمد، ديريهم في بالابيض، ديرهم في حاجه بصح محكمه الغلق، ضروري تكون محكمه الغلق ندخليها للثلاجه. نحكم كميه ملح شو اللي عندي ونديره مثلثات، نديرهم هكا دي ميني سامسه صغار. ما بغيتش نديرهم كبار كاع بنص الورقه تاع الديول، درتهم غير صغار هكا يجوا شابين. وكي تكونوا تخدموا في الصامسه تاعكم ضروري انكم تزيروا الحبه باش من بعد كينا ما تتحلش معاكم، هكا تجيكم الحبه كيما يقولك متحوفه وتجي فينيه في الخدمه تاعها. كنت موجده ما قبل ديجا مغرف فرينه ومغرف ماء، خلطتهم كيما هكا ونغلق بهم. هذيك الزياده اللي تبقى ولا تقدروا تنقصوها تخلوها هكا باش يجيكم الشكل تاع المثلث. يعني بعد ما وجدتها هاي اللي كاينه دي بغات تلصق هبلتني. صاي دروك صاي راني وجدتها هكا تجي غير صغيره وشابه، خير من اللي ديروها هكا بكميات كيما نقولوا بحبات كبار ولا هكا يجوا شابين. ميم هكا تقطع لك كميه كبيره دير، لكن كان عندك غير هكا كميه قليله راح ادير لك كميه ما شاء الله. كملوا كاع الحبات اللي عندنا بنفس الطريقه، نديروا كميه من الحشو ونبداو ندوروا. هذه هي كما قلت لكم في اول الفيديو. هذا السامسا جبتها لكم بطريقتين، الوحده عسلتها عادي قليتها وعسلتها، والثانيه درتها في الكوشه. كي درتها في الكوشه درت لها دهنتها بشويه زيت وخليتها تتحمر. وانا ما نكذبش عليكم عجبتني تاع الكوشه ما اكثر، باسكو تقعد اطول مده، طول معاكم تاع بصح كاع. هاك شوفوا كي تلفوا مثلا درت الحشو في الجهه كيما نقولوا اليمنى، مثلا درتو الحشو في الجهه اليمنى روحوا نتوما في الجهه اليسرى وديروا الطبقه الاولى وبقعدوا تروحوا كيما نقولوا خطره بخطره خطره بخطره حتى تتحصلوا عليها على هذا الشكل المثلث الصغير. نقولوا ميني سامسه. هذه ماشي سامسه كبيره، هذه راهي حجم صغير. كملوا كاع بنفس الطريقه. شوفوا هادو هما انايا كان درت درك نص تاعهم درتهم هكا في بلا غادي ندخلها الكوشه دهنتهم بشويه زيت، والكميه اللي بقات غادي نديرها هنايا نقليها. انا كان عندي كيما نقولوا 7 تاع نتصم 3 حبات ونص تاع الديول، كي قسمتهم يديروا لك 14 حبه. انا درت حاجه غير صغيره وراني درت فيها شويه زيت وانا نقلي فيهم
نقلب فيهم، ما تخلوهم يطيبوا غاية باش يجيكم مقرمشين، ماشي تمتم توخروهم من الزيت يبقوا لكم من الدين. صاي هنا بعد ما طابوا لي بعد ما طابوا مباشرة كي قلعتهم من الزيت نديرهم مباشرة في الحسل كيما راك، خلوهم يشربوا، ما تقلعوهمش تمتم باش يتشربوا لكم كاع الحسل ويجوا شابين. وهادو اللي طيبتهم في الكوشه شوفوا كي تحمروا غايه، جاو غايه محمرين بزاف، كي دهنتهم وخليتهم يطيبوا على خاطرهم. دروك هادوك اللي عسلتهم هما الكيناتو راهم قريب يوجدوا. دروك غادي ندير لهم تزيين بسيط كيما نقولوا جنجلان ولا كوكا، ولا بغيتي تخليهم هكا كيما يقول لك اللي عندك. درت لهم جنجلان في الاطراف ونخليهم كما قلت لكم. هادو تنجموا تكونجلوهم كي توجديهم كيما هكا، ديريهم في حاجه محكمه الغلق باش ما يدخلهمش الهواء، باش لاباط تاع الديول خاطر ما فيها عمر. تنشوف لكم كي تحضري الكميه اللي عندك ديريها في الكونجيلاتور تمشي قبل ما طيبيها. انا درت كاع هكا الحبات اللي عندي زينتهم بهذه الطريقه. ودروك الكميه تاع اللي طيبتهم في الكوشه، جبت كميه من الشوكولا ذوبتها على حمام مائي، درت 100 غرام شوكولا ودرت لها 2 مغارف زيت، وانا زدت لها شويه كاوكاو محمص ومرحي باش يجيني داك الكلاصه تاع الفيريرو، تجي شابه من في الذوق تاعها تجي شابه. نكلاصي كاع الحبات تاع الديول اللي عندي ونديرهم على ورق الطهي ينشفوا. واللي لاحظتها كي خدمت هذه ميني سامسه هذه تاع الشوكولا قعدت مده طويله بزاف كي طابت في الكوشه اكثر من الاخرى. اما كي تبغوا ديروا لهذه اللي قدرتوها ناكد لكم بلي راح تقعد لكم مده ما شاء الله. كملت الكميه اللي عندي كاع بنفس الطريقه. نديروا الحبات في الشوكولا وخدرتهم في ورق الطهي باش ينشفوا، ما ديروهمش في طوبسي ولا كاش حاجه كيما من بعد كي تلزق لكم الشوكولا وكي تجوا ترفدوا الحبات تتكسر. ننصحكم ديروا هكا كيس بلاستيكي ولا ورق الطهي اذا كان عندكم، خلوا الحبات ينشفوا ومن بعد ديروهم في حاجه واحده اخرى. هذه هي شفتوا كيفاش. ان شاء الله يكونوا يعجبوكم، ان شاء الله تجربوهم وديروا غير كميات صغار لسهراتكم الرمضانيه. وهذه هي ميني سامسه تاعنا في النتيجه النهائيه. بعد ما زيناها انا درت لها جنجلان في الاطراف ودرت هادو بالشوكولا والكاوكاو، درت كلاصاج الفيريرو. صاي راهم وجدوا، راهم في النتيجه النهائيه وفي صحن التقديم. ان شاء الله يعجبوكم وينالوا اعجابكم وتجربوهم. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.